كلها أكيد غرف، ولكن في بعض الناس اللي جات هنا قبل كده قالوا لي إن دي مقابر، فهم محدش عارف يحدد إذا كان دي فعلا مقابر أو غرف لناس كانت عايشة هنا. ولكن إيه اللي حصل في المدينة دي؟ إيه اللي خلى المدينة دي اختفت في وسط الرملة؟ وهنا برضك في أسوار عالية جدا. محدش طبعا عارف المدينة دي اكتشفوها ازاي او ايه اللي حصل هنا، ولكن اللي احنا شايفينه هنا جدران طولها امتار. مين اللي بنى السور ده او مين اللي كان عايش هنا؟ ولكن ايه اللي وصل للمدينة دي ان هي اختفت بالمنظر ده؟ محدش يعرف المدينة دي ايه اللي حصل لها او مين اللي بناها. ولكن المدينة دي بتدل ان كان في حاجة عظيمة هنا في المدينة دي. المدينة دي ما اتبنتش كده، بدليل حتى الحجر اللي مبنية منه. بص شكل الأحجار، أحجار ضخمة جدا. في الفيديو ده هنحاول نفهم ايه اللي حصل هنا في المدينة المدفونة في مصر. مين اللي اكتشف المدينة دي؟ المدينة دي قعدت لفترة طويلة محدش يعرف عنها حاجة. طبعا كل حاجة بتشوفها هنا هي تعتبر غريبة بالنسبة لك وبالنسبة لي. يعني بص، ده كان أكيد في ناس عايشة هنا. دي كلها أكيد غرف. الحركة فيها متعبة شوية. بص
المنظر بتاع المدينة المدفونة عامل ازاي. اللي حصل في المدينة دي انحصر فيها مياه البحيرة. مدينة كاملة كان عايش فيها البطالمة في مصر، المدينة كلها اختفت. دي مدينة من الإله سبق التمساح. عندنا معبدين، معبد فرعوني ومعبد روماني. عندنا بقايا أقدم طريق في العالم. دي كان اسمها دمي السباع. دمي السباع يعني رمز الشجاعة. معبد للإله سبق. إله سبق. آه. ولكن السؤال اللي عايزين نجاوب عليه، تم اكتشافها امتى؟ مين اللي اكتشفها؟ المدينة دي اكتشفوها ازاي؟ دي اكتشفها واحد اسمه بيزوني من مدينة دو في إيطاليا سنة 1819. كان من الرحالة القدام خالص. أغرب مدينة موجودة في مصر، مدينة المدفونة في الفيوم. ولكن هل تصدق إن أنا واقف حاليا في مدينة كان عايش فيها البطالمة في مصر؟ حتى الأرضية هنا كل دي حجر من أيام البطالمة في مصر. بص، مدينة ترجع لعصور البطالمة في مصر، عاش فيها اليونانيين قديما، وانتهاء عصر البطالمة في مصر على ايد الرومانيين، وكانت خط تجاري مهم يربط واحات الصحراء بالاسكندرية. الفيوم من أكتر المدن اللي موجودة في مصر اللي فيها أسرار بجد مخيفة. فيها أسرار كتير جدا. هنا في الفيوم في حفريات وفي آثار لحاجات كتير جدا. تعتبر دي من أكتر المدن المصرية اللي هتلاقي فيها حاجات فعلا انت أول مرة تسمع عنها إن هي موجودة في مصر.